السلام عليكم الاخوان، ان شاء الله اليوم فيديو جديد او موضوع جديد. عواشكم بروكا بعدا. قبل ما ندور الفيديو ان شاء الله الا كنت كدير اي محتوى، سواء فلوغات سواء طبخ سواء اي حاجه سواء حاجه، تواصل معايا تلقى على انستغرام هنا الفوق ولا تلقى لتحت. نبداو الفيديو على بركه الله. غير اليوم بالضبط في هذه الوقيته يلاه جيت لكازا من سيدي سليمان. تعرضت النص بدا مشات ليا 50,000 درهم عن طريق واحد السيد اللي كنت نقول اسمع بانه مزيان. مسكين ولد الانسان قروي ولد الباديه وغيتعرض هو للنصب والاحتيال. قال لي راه عندي واحد الكميه ديال الفلوس ديال الاورو، راه لقيتهم كنت كنسرح ولقيتهم في كارطونه مسكوتين ما عرفتهمش. ملي جيت للدار لقيت بانه هذه العمله ديال الاورو انا ما عرفتهاش، وصون عليا في التليفون في الاول كا ابل ما عرفتهاش، النمره ما عرفتهاش. السلام عليكم، السلام خويا كي داير بخير؟ هذا اللي كاين هو اللي كاين، راه عندي واحد الفلوس وما عرفتهمش ديالاش. قلت انا فين لقيتي نمرتي؟ قال لي لا راه واحد المره كنت دويت معك شي 3 شهور انا ما عمرني عرفتو وما عرفتش كيفاش تثقت فيه، ما عرفتش كيفاش دار لي تستغل داك العقليه ديالي. المهم مشيت معاه انا دقه وحده كي كنقولوا داكشي ديال التلاميذ، دقه وحده مشيت معاه. بقى كيعاود ليا مده شي 3 ايام كنهضروا انا وياه على دوك الفلوس. شويه قلبت ليه قال لك شحال دايرين في العمله ديالهم، هما القيمه ديال كل ورقه فيهم 20 اورو يعني 200 درهم مغربيه. قلت ليه بان راه 200 درهم مغربيه. قال لي انا ما بغيتش هذيك الكميه كامله، انا راه قانع وفي الباديه بغيتي باش نبني دويره ديالي ونزيد شي بهيمات وهذه، وبغيتك توقف معايا نصرف هذا الشيء. قلت ليه مرحبا نشوفوا شي حاجه اللي قانونيه اللي غتصرف فيهم ماشي مشكل. اول حاجه طلبت منه بغيت نعرف بعدا واش كاين هذاك الشيء ولا ما كاينش. قلت له غادي نجي عندك نعرف بعدا واش كاين هذه العمله، جيب لي بعدا منه ماشي ورقه ولا جوج نعرف اش كاين. المره الاولى مشيت عنده عطاني 5 ديال الاوراق النقديه ديال الاورو ب 20 اورو، صرفتهم رديت ليه فلوسه. من بعد شي 4 ايام عاوتاني قال لي جي دخلني عاوتاني شك. قلت ليه والو غادي ما يمكنش يكون عندك بزاف وتجيب لي، جيب لي بعدا شي كميه كبيره باش نتيق حتى انا. عاود جاب لي 7 ديال الورقات ديال 20 اورو صرفتهم عاوتاني رديت ليه فلوسهم. من بعد قال لي راه بغيت نحيد عليا هذا الشيء كامل. قلت له داك الشيء راه كثير، خصك 50 مليون مغربيه، خصك تشوف شي واحد اللي غادي شي واحد اللي في البنك ولا في شي مصرف اللي غادي يتعامل معاك. قال لي لا انا راه ما نقدرش هذاك الشيء ديال القانون، ما كنفهمش هذا الشيء ديال الادارات وديال البنوك ما نقدرش عليهم، بغيتك توقف معايا في هذا الشيء. قلت له شنو هو المعمول اللي غندير معاك؟ قال لي المعمول هو انه السيد اللي لقى الفلوس ولد خالتي، والفلوس حاليا محطوطين عند خالتي في الدار، وباش تعطيني هي واحد القيمه ديال 20 مليون ولا 10 مليون نمشي نصرفها راه ما غاتثيقش فيا، خصني نجيب لها شي واحد كانك باغي تشري. بالنسبه لك انايا بحال بغيت نشري عنده ذاك الاورو، غنجيب ليه فلوس مغربيه وغنعطيهم لخالته وغنجيبوا ذاك الاورو غنمشيو انا وياه نصرفوه. انا على اساس حتى اي مغربي كما كنوعو راه غيقلب فيما يكون شي خبيز كما كنقولوا شي بركه غيصورها ديال الحلال راه غيمشي لها. ما شفرتو ما نصبت عليه ما حتى حاجه، غنمشي معاه رجلي برجلو غادي يصرف وغيعطيني حتى انا شنو هو النصيب ديالي من هذاك الشيء. هذا الشيء هو اللي كاين. حيت ملي بحال تعيط قال لك انا راه ما شفرتهم ما والو، وطلبت منه لا كارت ناسيونال وكل شيء. قال لك من بعد ما نمشيو لابونك انا وياك راه غنعطيك الوراق ماشي مشكل. هذا الشيء كله تفاهمنا على اليوم. البارح بالليل تفاهمت معاه اليوم غادي نجي عنده سيدي سليمان انا بوحدي. من حسن الحظ ديالي بعدا انا كنت غادي نمشي انا والمراه ديالي، يعني كون مشيت انا ومرتي كانوا غيقولوا فضايح اخرين. ملي قلت ساعه عيطت على باش تراجم قلت غنعيط للدراري، عيطت لهذا الصديق ديالي كاين في كازا، عيطت ليه قلت له غادي تمشي معايا راه اللي كاين هو اللي كاين. قال لي صافي ماشي مشكل حتى غدا تجي لكازا ونشوفوا. عيطت لواحد جوج دراري اخرين، واحد عنده طوموبيل والدري الاخر معنا، نمشيو حنا 4 الناس موانسين، وفي نفس الوقت الا كان شي خطر بحال ما كان نقدروا عليه الا كانوا جوج الناس، حيت هما جوج الناس اللي كنعرف ديما. ملي مشينا شدينا الطريق اليوم مع شي جوج بحال ما هكاك من كازا ولا الوحده، وصلنا تما مع 6 ونص سيدي سليمان. صونيت عليه كما العاده في البلاصه اللي كنتلاقى معاه في الشارع الرئيسي نيت اللي كيدخل لسيدي سليمان، في الدخل عدا سوق الارباع ديال سيدي سليمان. تلاقينا انا وياه تما، تسنيتو انا والدراري صحابي. ملي جا قال لي فين الطوموبيل؟ قلت له راه الطوموبيل فين واقفه. وقال لي شحال من واحد معاك؟ قلت له راه معايا 3 الدراري. قال لي راه ما يمكنش يمشيو 3 الدراري، خالتي غتقلق غيمشيو جوج. قلت له انا الا غيمشيو جوج راه ما غنمشيش بالناقص. قال لي صافي ماشي مشكل، ركبوا معايا بجوج في الطوموبيل، ركبوا بجوج اللور وحنا جوج اخرين اللور هي 4 وجوج لقدام ديال الاصدقاء ديالي. غاديين في الطريق وغادي وكيعطينا شروط لا حكا راه غندخلوا للدوار، ما بغيتش الناس يعرفوني بانه غندير هذا الشيء ولا غادي نبيع الفلوس، غادي ديروا على اساس بحال بغيتوا تشريو عندي حولي وغادي نمشيو. المهم بقينا غاديين في هذه الخطه كامله، غادي معاه في الخطه ديالو وكيدوي بواحد الطريقه اللي انه اي انسان غادي يدوي مع هذا السيد. راه صحابي اللي انا ديما كنمشي مع صحابي مشاو اول مره ملي شافوه حتى هما طمئنوا، يعني انسان كيدوي معاك بحال ما عارف والو في الدنيا، من السرحه للدار ما كيخرجش للكودرون معمر وشافوه. المهم مشينا معاهم في الطريق، فاش قربنا للدوار ديالهم قال لك عرفتي اش غدير؟ ضربنا واحد نص ساعه ديال الطريق تقريبا. اش غدير اش ما غدير؟ قال لك واحد فينا غادي يركب لقدام وغيرجع هذاك صاحبك اللور، باش حتى الناس ديال الدوار ملي غيشوفوا اللي قدام غيقولوا هادو راه جايين يشريو حوالي ماشي بحال هكا كاملين قدام غادي يشكوا. حنا علانيه مشينا معاه في هذيك الطريقه. ركب لقدام، ناض الصديق ديالي بغى يرجع للور باش يركب حدايا، وكان واحد فيهم معنا اللور كنا غنديرو وسط منا. باش ما يجيش وسط منا دار حاجه بحال بغى يخرج يقضي غرض ديالو على برا، قال لك كنخرج
باش يركب صاحبي يبقى هو في طرف الباب، هما كيبلانيو على اساس باش بجوجهم يكونوا حدا الباب باش يخرجوا دغيا. حنا ما دريناش هادشي باقي لنا شي 3 كيلومتر باش ندخلوا عندهم. ضربنا واحد الكيلومتر دخلنا لواحد لابيست ديال الدوار، يلا ضربنا شي 2 كيلومتر في هذيك لابيست، وين نقز هذاك السيد اللي راكب لقدام جر الكونتاك للصديق ديالي باقي ما فرانا ما والو، جر الكونتاك حل الباب لقدامي ديريكت، نقز الثاني وما يعيطوا لصحابهم، خرجوا لنا شي 12، ما نقدرش نقول لك واش 12 واش 20، انا بدا كيتزاد ما بقيناش، حنا ولينا باغيين نهربوا من تمايا. خرجوا لنا شي هاز السيوفه، شي هاز الشواقر، شي هاز الحجر، وكيهددوا فينا. والدراري صحابي تقريبا راه كلهم كانوا العصاك، شي مضروب في وجهه وشي مضروب في رجليه بالماس والحجر وكل شيء. بقى كيغوت عطاوني فلوس عطاوني فلوس. انا باش وليت باغي انا الدراري اللي انا اللي كنتحمل مسؤوليتهم ديتهم معايا، بغيتهم يخرجوا بانهم مصابين ما حتى شي حاجه، خرجوا سالمين بعدا. عطيتو ديك 50,000 درهم باش غيزكاو. ملي عطيتهم 50,000 درهم زادوا طمعوا زادوا جهلوا بزاف، لدرجه انا ما تيقتش انا باقي شي بشر بحال ما هذا في المغرب ولا باقي في شي دول غتلقى تعرض فيه للسرقه بحال هذه القضيه. وحنا عندنا الامن وعندنا المخزن ديالنا، يعني اوروبا كلها كتشكرنا حنا بالسلام، ولكن حنا اللي كمواطن ما لقيتش انا هذا السلام. كنت ديما كنقولها، ولكن هذه المره اول مره كنعرف بان راه ما كاين لا سلام لا والو حاليا. حيت ملي غنتعرض للسرقه في وسط بلادي وسط المغرب انا ما كنظنش انه كاين شي سلام. ماشي مشكل، كلينا العصا داو لنا فلوسنا داو لنا التليفونات، كلاو الدراري صحابي كلهم دق، شي مضروب في رجليه شي مضروب في يديه. زينا خرجنا كنقلبوا على البريكاد ديال الجندار، فتنا داك الدوار بشي 3 كيلومتر لقينا شي ناس اخر كاين شي دوار تما اللي كنسولوهم عارفين اش كاين. ملي كنسولهم كيقول لنا واش نتوما تعرضتوا للسرقه عند صحاب الاورو، كنقول لهم فاش كنسولوا على البريكاد كلشي كيقول لك انا ما ساكنش هنا. يعني الناس كلهم ديال هذوك الدواور اللي دايرين بهذيك البلاصه كلهم عندهم فكره، عارفين بان هاد الناس كيديروا النصب والاحتيال وما علموناش. ماشي مشكل، ما وروناش لا بريكاد. مشينا حتى للشارع ديال سيدي سليمان، لقينا واحد الصافي تما ديجا كلاكسونين عليهم، وقفوا سولنا قلنا الله يرحمه ديال اللي كان تعرضنا للسرقه فين غنديكلاريو الدوار فلان واش متابع واش البوليس او الجندار. قالنا تمشيو للبريكاد ديال سيدي سليمان. مشينا للبريكاد ديال سيدي سليمان، دوا معنا واحد جندارمي باقي ما كملتش ليه، هضرتي معاه قلت ليه راه تعرضت للسرقه في الدوار الفلاني، ويقول لي واش صحاب الاورو. انا جاني العجب ملي قال لي صحاب الاورو، قال لي راه شحال من واحد الناس كلهم تعرضوا للسرقه تما، كاين اللي مشات ليه 60 مليون، كاين اللي مشات ليه 30 مليون، كاين الناس اللي ماتوا تما. قال لي من حسن الحظ ديالكم بعدا انتم راه باقيين في قيد الحياه. ماشي مشكل، قلنا له بغينا نديكلاري، وقال لك لا غتمشي للبريكاد ديال سيدي يحيى الغرب، من سيدي سليمان غنمشي لسيدي يحيى الغرب. وصاونا اللي كان بعدا المخزنين اللي كيصيفطنا كيقول لنا شو ملي غتمشي ما تقولش لهم حنا اللي صيفطناك. كلهم عندهم فكره، البوليس كلهم والجندارم عندهم فكره على ذاك الدوار، ولكن كيقول لك ما تجبدنيش. مشينا للبريكاد ديال الغرب ديال سيدي يحيى الغرب، نفس الشيء تا هما صيفطونا لواحد لا بريكاد واحده اخرى اللي خارجه على النطاق ديال الحضاري، يعني كاينه غير في الخلا. حنا مع 9 ونص ديال الليل بحال ما هكاك، ويلاه معرضين العصا وتعرضنا نصب واحد، بقات فينا ديك الخلعه ديال ديك الصدمه ديال المشكل اللي طرا لنا. ما قدرناش نزيدوا نغامروا لهذيك لا بريكاد، حيت ملي شفنا ديك الطريق عن طريق الجي بي اس من التليفون ديال الصديق ديالي اللي باقي عنده بوحدو، اللي بقى عنده التليفون حيت كان طايح تحت الكوسان ما شافوش. لقينا بان هذيك لا بريكاد قريبه عاوتاني بحال غنرجعوا لذاك الدوار. كنشوفوا راسنا بحال هذوك غيصيفطونا نتعرضوا لسرقه واحده اخرى، ولا ما عرفتش علاش غنتعرضوا. تنازلنا على داك الشيء، زدنا للبراج اللي كنسولوه. تقريبا كاع دوك البراجات اللي كاينين من قنيطره لتحت عندهم فكره على دوك الناس، وعندهم فكره على ديك الطريقه باش كيتعاملوا يعني بالاورو، وعندهم فكره ديال هذا الشيء كامل. وقالوا لنا حنا راه عارفين هذا الشيء وما بغاو يديروا معنا حتى شي مجهود. انا اللي كنطلبوا حاليا كنطلبوا هو حقي. حاليا بغيت فلوسي، مشات لي 50,000 درهم وماشي حتى فلوسي، فلوس ديال الناس ضعيفه مسلفه عند الناس. بغينا نمشيو حتى حنا نترزقوا بها. الله جالس خدام الحمد لله وكل شيء، ولكن هذه الساعه جالس شي شهر باش جالس. عندي مشكل في الكتف ديالي طايح ليا ما كنخدمش. عندي بنيه هي اللي كاينه، بنيه اللي عندي، وانا ساكن حاليا في بني من الحمد لله نجينا منها. ولكن اللي باقي عندي انا حاليا ماشي مشكل، انا هذا الشيء طرا ليا ماشي مشكل. بقاو فيه هو الدراري صحابي حاليا اللي واكلين العصا، وانا اللي كنتحمل مسؤوليتهم، وانا اللي خصني نمشي نوقف معاهم باش ياخذوا حقهم. لقيت انا ما لقيتش بعدا اللي ياخذ لي حقي انا الاول. مشاو لي رزقي الناس اللي كندوي معاهم كاملين، مالين الفلوس اللي كيدوي معايا دابا كيقول لي غدا ان شاء الله بغيت فلوسي، وخاصني 50,000 درهم من هنا للصباح. ما عرفتش كيفاش غندير ليها. بغيت غير نديكلاري، واخا نديكلاري بعدا واخا ما غناخذ والو، نعرف غادي نديكلاري بداو يقلبوا فيهم. ما لقيتش هذه القضيه باش نديكلاري، ما لقيتش عند من نديكلاري. بغيت جوج الحوايج اللي خاصني دابا حاليا نعرف بعدا داك الدوار علاش تابع، واش جندارم واش البوليس واش، ما بقيتش عارف علاش تابع. بغيت نديكلاري بهذوك الناس بعدا، ماشي غير عليا، الناس اخرين غيتعرضوا لهذا الشيء. مادام واحد 15 ولا 16 واحد تعرض لهذا الشيء قبل مني وانا اللي تابعهم، والمخزن كله في راسه، ومازال غادي يتعرض واحد اخر مورايا، بغيت بعدا نوقفوا حنا نديروا حد لهذه القضيه ولا داك الدوار. واقل حاجه دار عبارات قدام دوك الناس اول حاجه، وناخذ حقي انايا كشخص كمواطن، تاخذوا لي العداله. وتقول ما نفكرش انا ممكن دابا نشوف الاورو نهرب، وريه عليا غادي نهرب، ما بقيتش نشوف فيه.
هذه اول حاجه. وثاني حاجه بغيت تحقي فلوس، انا حاليا ما عرفتش كي غندير لهم، ما بقيت فاهم والو. اسمح لي راه واخا كندوي مرتبك بحال ما هكا، راه هادشي اللي طرا لي راه ممكن واحد اخر ما يعز اصدقائي دابا كلهم مصدومين ما قادين حتى يهضروا. واش غندير؟ انا سالم ايه، ولكن انا ما سالمش حيت صحابي تعرضوا للاذى بسببي انايا. بالنسبه لي انا ما سالمش، انا كنأنب راسي عليهم وبغيت ناخذ لهم حقهم. بعدا واخا غير في المخزن، الانسان ملي كيشوف راسو ديكلارا وكيشوف راسو بانه المخزن ديال الدوله كيتابع لك حقك وكيقلب عليه، واخا ما غيردوش ليا فلوس، انا عارف المخزن ما غيجيبش لك فلوسك، ملي غيجيب لي غير حقي كعداله ممكن نطمئن لا انا لا اصدقاء ديالي. ولكن ملي غنمشي نتعرض للسرقه وغادي نرجع بلا والو، راه ما كاين والو في هذا الشيء كامل. ولكن ملي غنمشي نتعرض للسرقه وغادي نرجع بلا والو، راه ما كاين والو في هذا الشيء كامل. اسمع، طماع شكون اللي كيقضي عليه؟ اللي كذاب. دابا هذا صافي، غير اسمع الاورو، جيب كذا جيب كذا.